السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. البرطمانات القمر دي برطمانات هريسة فلفل، بحبها جدا وما بستغناش عنها في معظم الاكلات. بتدي مذاق حلو قوي للاكل، وخاصة في صوصات المكرونة والخلطات طعمها بيبقى حلو جدا. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة خالص وبطريقة حفظ سهلة برضو، وتقعد معانا سنة في التلاجة ومش هيجرالها اي حاجة. يلا بينا نعملها مع بعض. انا اول حاجه جبت كيلو من الفلفل الاحمر البلدي، مش اللي هو حجمه كبير اللي احنا بنقطعه في السلطه، لا انا جبت اللي هو الفلفل البلدي ده. جبت كيلو، كان لونه احمر وحلو قوي زي ما انتم شايفين كده، وموجود كتير قوي دلوقتي في السوق، وكمان سعره حلو جدا. هغسله كويس قوي وهقطعه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هروح فرماه في الكبه. مش بحط عليه اي اضافات خالص، وهو بيتفرم بحط كل الاضافات عليه بس بعد ما بيتفرم عشان ما تخليش اللون بتاعه فاتح. تمام. انا بحط عليه معلقه ونص كبيره من الملح، ومعلقه ممسوحه من البابريكا، ونص معلقه من الكمون والكزبره والفلفل، ومعلقه كبيره من السكر. وهقلب كل الحاجات دي مع الفلفل. طبعا أنا مش بحطهم معاه في الكبة علشان خاطر كمان ما تخليش اللون بتاعه فاتح، ولا بحط الزيت عليه وهو كمان بيتفرم. هقول لكم هحطه امتى. ودلوقتي هحط 4 معالق كبار من الخل، وهنقلب كويس جدا كل الحاجات دي. بعد ما اقلبهم كويس هحطهم في حاجة على النار، في حلة او طاسة او اي حاجة يعني. هي قعدت حوالي ربع ساعة. والحركة دي عشان خاطر تقوي اللون الاحمر بتاع الفلفل، وكمان بتدي طعم حلو قوي. تمام. هفضل اقلب فيها كده حوالي ربع ساعة، على نار ما تكونش عالية قوي. وقبل ما اطفي بدقيقتين هضيف الزيت، مش هضيفه في الاول خالص علشان خاطر ما يفتحش اللون. قبل ما اطفي بدقيقتين كده هضيف ربع كوباية الزيت، وهنفضل نقلب كده زي ما انتوا شايفين. مش هسيبها طبعا، ابقى واقفه جنبها احنا وهي على البوتاجاز عشان ما تتحرقش. وهكون مجهزه برطمانات مغسوله كويس جدا بميه سخنه ومتعقمه، وهحط فيها الهريسه بتاعه الفلفل. وعلى وش البرطمان هحط معلقه من الزيت عشان خاطر ده زي ما قلت لكم بيبقى ماده حفظ للهريسه. طبعا انا ما حطيتش برطمانات مليانه على عينها زي ما انتوا شايفين كده، قللت منها شويه عشان احط معلقه الزيت. ودول شويه كده حطيت عليهم نص معلقه توم. قلت عشان خاطر لو عاملين بتنجان اي حاجه بقى محتاجه توم وهريسه الفلفل، انا مش بحب احط التوم على الكميه كلها، بحب اخليها كده من غير توم. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. والطريقه سهله جدا، ومتنسوش تحطوا لي اللايك والاشتراك، وبالهنا والشفا.